السلام عليكم مشاهدي الكرام، تحياتي لكم من ريماس. نتمنى تكونوا في احسن احوالكم ان شاء الله. الفراولة ديالي توحشتكم بزاف بزاف. يا اختي كنا جالسين حتى قال لك محمد يتزوج بصحته براحته، من حقه يتزوج، الله يسهل عليه، الله يكمل عليه بخير. ولكن اللي ماشي من حق الناس انهم يقولوا بان الفنانه الدنيا بطمه فقوصه ومريضه مسكينه وباغا تاكل جنابها، وقال لك دايره زي في حياته، دايره حامضه هنا وحامضه هنا. من نيتكم واش فراسكم بان الفنانه دنيا باطمه هي اللي بغات تطلق، هي اللي رافعه دعوه الطلاق؟ واش فراسكم بان الفنانه دنيا باطمه هي اللي شحال من محاوله الصلح كترفضها باش ترجع ليه؟ عقلتوا شحال بكى عليها وشحال طلبها، ونهار دا ليها الورد وجرات عليه قدام شوف التيفي. يعني كون كتبغى دنيا كون راه بقات معاك وراه سامحاتو من الدقه الاولى كيف كنقولوا. ولكن الفنانه دنيا بطمه هي من طلب الطلاق، ومادام انها وصلت وخدت هذا القرار، لان احنا كنعرفوا المراه المغربيه كتصبر المره الاولى، كتصبر المره الثانيه، كتصبر المره الثالثه، ولكن ملي كيوصلوا شي امور كبيره بزاف فهي كتصافي كتاخذ القرار. والقرار اللي خدات الفنانه دنيا بطمه كان قرار نهائي. فصراحه هذا السيد كيثير الشفقه ديالي، يعني دار الضحك في راسو. كنقولوا حتى جاب عاد دار، حتى شاب عاد دار حجاب. انسان كيدير سطوريات متصابي، يعني متصابيه، مسابقات وهميه. فنصيحه مني، وكنت كنت نصحتك الطرق، كسير خدم على راسك، كسير حسن من راسك، حاول انك دير شي مشروع، حاول انك يعني تبين انك كابابل، انك بدراعك، انك يعني تقدر انك تكمل لقدام، يعني انك تزيد قدام بلا فنانة دنيا باطمة. لان صراحة وليتي كدير شي امور اللي كتضر في الخاطر، لان شفتي راسك بانك تنسيتي، لان كان الوجود ديالك كان كيرتبط بالاسم ديال الفنانه دنيا باطمه. حتى فاش كانوا يعني في القنوات، في الصفحات، في الصحافه، ملي كتكتب عليك كتكتب فلان زوج فلانه، ما كيكتبوش فلان، لانك انت مرتبط بهذيك الانسانه، ولان الوجود ديالك بفضل هذيك الانسانه. فمني يعني تفرقتي عليها او انفصلتي عليها، وليتي وليتي نكره، ما بقيتيش باين، وليتي كتخلق هذوك المسابقات البليده، هذوك الافعال الاجراميه، تهدد الفانز، لا انت ما تهدرش، لا انت هدار، شي امور اللي اصلا ما عندكش الحق انك تمنع الحب ديال الناس، وتمنع ان واحد الفانز من لي فانز انه يساند هذيك السيده. فالبارح الإخوان، أنا ويعني وحد علمي ولمعرفتي بالأصول وبالتقاليد الخليجية، فهذاك ماشي عرس، هذيك كانت يمكن صدقة. حتى شوفوا يعني المكان بسيط جدا، يعني في المكان اللي كيحط فيه السيارات، فين حط الناس كياكلوا، يعني بحال شي صدقه، بحال المهم بحال شي صدقه وصافي. حتى بالزفه ما كايناش، لاننا حنا عارفين فاش كيكون شي عرس في الخليج كتسمع ديك القضيه ديال الصلاه والسلام عليك يا نبي الله محمد. سلام عليك يا حبيب الله محمد. فكيف كتشوفوا الاخوان الاخوان، ما كاينه لا زفه، لا حلوى، لا ناس داخلين خارجين لابسين فساتين فرح، لا عيالات يعني كشخه مكشوخه، حتى حاجه ما كاينه من هاد مظاهر الفرح. الله يسهل عليه، انا ما غاديش نقول علاش يتزوج، ولا من حقه يعاود حياته، من حقه يبدا مع مرة جديده. غا هي هاد المرة اللي غتعاود حياتها معاه، كنصحك انك تعيد النظر في هذا الانسان، لان عنده تجربه زواج فاشله نتج عنها اطفال، ومعاناه ديال هذوك الاطفال، وضحايا في هذا الموضوع كامل هو الاطفال. تجربه تانية مع الفنانه دنيا باطمه فاشله، وتاهي نتج عليها جوج تاع البنات بحال العسل. فهاد السيدة صراحة اللي غتزوج بهاد الانسان خاصها تفكر وتعاود تفكر وتعاود تفكر قبل ما تاخد هاد القرار الانتحاري، لانه فعلا قرار انتحاري باش تزوج مع واحد الانسان بحال هكا. حتى في الستوريات ديالو كيبان واحد الانسان اللي هو مهتز، يعني واحد الانسان يعني بسيكوبات، يعني نظراته، كيفاش كيتكلم، المسابقات اللي كيدير، يعني مجموعة من الامور اللي كتبين على انه انسان يعني ماشي سوي.
فكي قلت لكم العرس الخليجي، وحنا عارفين فخامة الخليج والأعراس ديال الخليج، فلا يمكن ولا يعقل أن ياكلوا بحال هادشي كتشوفوا في الصورة، أو أنهم ما تكونش زفة، ما يكونوش عيالات نساء لابسين ومفركسات وانت تشوفهم على الأقل داخلات باش يحضروا. يعني مجموعة من الأمور. خرجات منى السابر الاكس ديالو، الطليقه ديالته الاولى كتهكم عليه وكتضحك عليه، ونخليكم تسمعوا شنو قالت. سويت شعري وخلصت، تعبت. المهم ما ضل حدا امبارح ما بعت لي فيديو، طبعا اللي بالكم انتوا اكيد كلكم عارفين. يعني والله العظيم صدقوا يعني صرت اضحك، ولا اصلا حتى لو الشي صح يعني او حقيقي، خلي بقوم برقص. شوفوا التيشيرت، هاي حلوة التيشيرت، هيدا اخذتها من فوق كلوزت. يا الله شنو عندهم سيل يا ربي، لو معي فلوس زيادة كان اخذت كل المعروض. فكيف شفتوا الإخوان والأخوات، حتى منى اكتشفت أخيرا أن هذا الإنسان ما يستاهل حد يبكي عليه، ما يستاهل حد يستناه، ما يستاهل حد يندم عليه، لأنه إنسان فاشل وعمره ما غادي يتبدل، غيبقى دائما زوج طلق زوج طلق. هادشي فعلا إلا تزوج من حقه يعاود حياته، هو ماشي من حقه أنه يدمر حياة ناس أخرين ويدمر حياة أطفال، ويبقى يتزوج ويولد أطفال اللي هو ما قادش عليهم، ما قادش على المسؤولية ديالهم، ومجموعة من الأمور. أما بالنسبة للفنانة دنيا بطمة، فالفنانة دنيا بطمة عايشة الحياة ديالتها، خدامة على راسها الحمد لله، هزة بنياتها، عايشة في بلادها، معززة مكرمة الحمد لله، خدامة، مهلية في راسها، مقابلة السبور ديالها، عاد ولات بنادم، عاد عقلت على راسها، عاد ولات عاطية لراسها الوقت، ولات مهليه في راسها، ولات مقابله بنيتها، كتخرج كتلعب معاهم، كتمشي تجلس مع الناس في القهوه، كتخرج، يعني ولات كتمارس حياتها عاديه كاي واحد من بنات الشعب، واخر همها الطرق، واخر همها مشاكل ومسابقات، وهادوك الناس اللي عاطينو قيمه صراحه انا كنشفق عليكم، لانكم دايرين راسكم في واحد ما عنده لا شغل ولا مشغله، فقط انه يبقى في السوشيال ميديا. يلا السيد، يلا السيد، ولا يلا تعرف على سناب ولا انستغرام وهذيك الامور. للاسف كيستخدمها في واحد الجهه اللي خاطئه، يعني ماشي كيف خاصها.